هو احنا اصحاب ولا مرتبطين ولا حكايتنا ايه بالظبط؟ في حاجه كده بتحصل زي الريليشن شيب اسمها سيتويشن شيب، ودي حاجه بتحصل لما بيكون في اتنين قريبين من بعض جدا بيتكلموا مع بعض كل يوم وبيشاركوا مع بعض كل تفاصيل حياتهم من غير ما يكون في بينهم مسمى واضح. طب احنا نقدر نقول عليها دي صداقه بريئه؟ لا، لان هتلاقي فيها من وقت للتاني غيره غير مبرره. يعني هتلاقيه بيغير عليكي لما تخرجي مع حد غير، وانت كمان بتتعصبي لما يتاخر عليكي في الرد. والمفروض ان انتوا هنا مش مرتبطين، فيا ترى ايه لازمته الوش ده؟ العلاقه دي بتحصل لما بيكون في طرف او الطرفين نفسهم محتاجين شويه ونس واهتمام بس من غير احكام، فبيلجأوا للشكل ده من العلاقه اللي بيديهم كل مميزات الارتباط بس من غير اهم حاجتين، امان والوضوح. والغريبة ان هما لما بيتضايقوا من عدم وجود الحاجتين دولت بيقولك اهو احسن من مفيش. كل الابحاث اثبتت ان الشكل ده من العلاقة بيمر كل يوم بنوع من الاسئلة معين، زي ايه نهاية العلاقة دي، ويا ترى اللي قدامي ده بيحبني فعلا ولا بيتسلى، او هو انا ما استاهلش علاقة واضحة احس بيها بشوية تقدير وامان. وخلي بالكم ان دي من الحاجات اللي بتقلل احترام البني ادم لنفسه وبتعمل جواه توتر دايما اكتر حتى من المرتبطين او السنجل. يعني بصراحة اللي مفيش هو احسن منك في الوضع ده. جامعة من الجامعات المحترمة عملت دراسة عن الموضوع ده ولقت ان هو بيوفر جزء كبير من الراحة والامان، بس مع الوقت بيستنفذ طاقتك وهيحسسك دايما ان انت واقف في مكانك وعمرك عمال يضيع. يعني من الاخر السيتويشن شيب بتكون جميله في فتره استهبال الاولانيه وبتكون دايما خفيفه ولذيذه، لكن لو طولت لازم تسال نفسك سؤال، هو انا فعلا مبسوط ولا خايف اكون لوحدي؟ اكتبوا لي اجاباتكم في الكومنتات، انا بقراها كلها. انا بعمل محتوى محترم يساعدنا كلنا في حاجات كتير في حياتنا، اعمل شير وساعدني ان انا انشره. انا هيثم المعداوي، وان شاء الله هكون واحد من اشهر الناس في مصر. اشوفكم المره الجايه، مع السلامه.